من بلاد الرافدين، رجل من طينة الكبار ومدرب لا يعرف الاستسلام وصانع أمجاد أين محل، رجل المهمات الصعبة وعنوان الخبرة والهيبة. من هو ضيف توقعاتي؟ المدرب العراقي الغني عن التعريف ورجل المهمات الصعبة كابتن عدنان حمد. أهلا بك إلى برنامج توقعاتي. أهلا وسهلا مريم. حسيتك مأثر كتير بالتقرير. شكرا على التقرير الحلو، ذكرتونا بأشياء كثير، رجعتوني ممكن يتلاعب. فزنا بطولة كأس العرب 85، يعني لقطات ما شايفها من قبل. كابتن عدنان حمد، هيدي تجربتك الثانية ببرنامج توقعاتي. نعم. اليوم توقعاتك رح تكون واقعية أم عاطفية؟ لا، أكيد واقعية. يعني في كرة القدم العاطفة يجب أن تكون على جنب، أكيد واقعية. طيب الحوار رح يكون معنا دبلوماسي أم رح تكون صريح وجريء؟ لا راح أكون صريح بكل أكيد. الأسئلة. أنا أحب يعني في كرة القدم، بتدري هذه مهنتنا صارت، يعني تتحدثين يمكن أكثر من 40 سنة في هذه المهنة كلاعب منتخب. بديت من 82 مع منتخب العراقي لليوم صريح كمدرب. فأنا أحب أكون واقعي وصريح في كل كلامي عن كرة القدم. منبلش بمباريات الملحق التأهيلي. 14 منتخب، 7 فقط سيتأهلون على مسؤوليتك إلى النهائيات، بين سوريا وجنوب السودان. سوريا بدون تردد. بين فلسطين وليبيا. يعني هي مباراة صعبة، لكن أعتقد فلسطين فريق كان جيد في تصفيات كأس العالم، ممكن أن يذهب إلى الدوري المجموعات. إذن الفدائي يبقى والليبي يغادر. بين عمان والصومال. عمان. بين جزر القمر واليمن. اليمن. بين موريتانيا والكويت. مباراة صعبة، لكن أعتقد الكويت ممكن. كويت. ما في بدنا كويت. بين البحرين وجيبوتي. البحرين، دربت بالبحرين. بين السودان ومنتخب الأرز لبنان. السودان. حتزعلني منك. يعني فريق منتخب. لا، واقعي، نحن اتفقنا تكون واقعي. إذن السودان يبقى ولبنان يغادر. كابتن، قبل ما نبلش رحلة التوقعات، كيف بتشوف حظوظ العراق بكأس العرب، خاصة أنه هو الأكثر تتويجا، وهل هي فرصة هالبطولة لإعادة الثقة بالمنتخب العراقي المتذبذب يعني والجريح حاليا إذا صح؟ نعم، أنا تدري قبل بطولة كأس العرب راح يكون هناك ملحق كأس العالم على النصف بطاقة، لكن على العموم متى ما حضر منتخب العراق أنا أعتقد خصوصا البطولات المجمعة بعد تقول أن المنتخب العراقي حاليا يفتقد الهوية الفنية. نعم، أنا معاكي. ما رأيك بالمدرب؟ نعم. هل هو المدرب المناسب أرنولد جراهام؟ يعني شوفي، ما نقدر نتكلم عن المدرب لأن هو جاء بعد في المباراتين الأخيرة في التصفيات وفي الملحق أكيد وقت كان قليل. المنتخب كما تفضلتي فقد هويته منذ فترة ليست بالقصيرة، وأعتقد هو فرط بأسهل فرصة للتأهل إلى كأس العالم بوجود 8 مقاعد ونصف رئاسي لأول مرة. لكن هذا لا يمنع أنه المنتخب العراقي عندما يحضر لبطولات من هذا النوع، بطولات مجمعة بجماهير عراقية كثيرة هنا في الدوحة، ممكن تعطي دافع كبير للمنتخب أن يعيد حضوره من جديد. طب ليه رفضت تدرب المنتخب العراقي؟ هل يعني الظروف الحالية للكرة القطرية ما كانت تسمح لك بالنجاح؟ الكرة العراقية؟ أنا أعتقد نعم، يعني الفريق كما تعرفين منذ سنتين كان هنالك مدرب إسباني، كاسياس، طاقم إسباني وليس مدرب، طاقم من 7 أو 8 أشخاص. كان الهدف هو التأهل إلى كأس العالم. الطاقم الإسباني لم ينجح، وبالتالي بدأ البحث عن مدرب طوارئ، وأنا أعتقد الظروف كانت صعبة، يعني الظروف تدرين بس أنت جريء.
لكن راح تبقى الكل راح ينسى هي مرحلة. المشاكل الإدارية نعم، مشاكل أكثر من ما طبعاً. هي المنتخب، لأنه بصراحة كابتن في عتب عليك كبير من الشارع العراقي، أنه البعض بيقول أنه هيدي تلبية نداء الوطن، أنه بالعكس. كابتن عدنان حمد حتى لو أنه طلب منه يكون نعم. مدرب طوارئ، أنت عم تخدم وطنك. شو مريان، شو بتقول لهم في هذا الجانب عليك؟ يمكن في هذا الجانب لا يمكن لأحد أن يزايد عليه، لأن أنا عملت في أصعب ظرف مر في تاريخ العراق اللي هي مرحلة 2003 2004 في بداية الاحتلال الأمريكي، ووصلنا بالمنتخب الأولمبي كما جاء في التقرير صح. إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية والمركز الرابع على العالم، وأيضا قودة المنتخب الوطني في يعني بطولة. لا تسمح لأي حدا أن يشكك بوطنية عدنان حمد. هي ليس الأمر الفني فقط، أيضا كما تفضلت المشاكل الإدارية، عدم انسجام الاتحاد، مشاكل كثيرة بين يونس محمود وعدنان الدرجال. الجميع، ليس فقط يونس وعدنان، الجميع. يعني رح نرجع نحكي شوي عن هالمشاكل، بس خلينا نرجع نفوت بأجواء التوقعات. كابتن عدنان، على مسؤوليتك بين قطر المستضيفة وبطلة آسيا وتونس وسوريا وفلسطين، أول وثاني المجموعة. قطر وتونس. قطر في الصدارة، بنخلي نفس الترتيب؟ قطر لا. تونس في الصدارة. تونس في الصدارة، قطر في المركز الثاني. قطر وصيفة. بين المغرب، السعودية، عمان والمنتخب اليمني، أول وثاني المجموعة. المغرب في المركز في الصدارة، والسعودية في المركز الثاني. بين مصر، الأردن بيتك الثاني، المنتخب الإماراتي والمنتخب الكويتي. مصر، الأردن، هيدا الترتيب. مصر في الصدارة. نعم. مصر في الصدارة ومنتخب النشامة في الوصفة. بين الجزائر والعراق والبحرين والسودان. الجزائر، العراق. الجزائر في الصدارة، العراق. طيب كابتن، نرجع شوي نحكي، ربما أنت أكثر مدرب درب المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم ولم يصعد. هل بتحس بلحظة بمسيرتك أنه بهالفترة الحظ كان دائما يعاند عدنان حمد؟ لا مريان، حتى أصحح، أنا المرة الوحيدة اللي قدت المنتخب بشكل مستمر في 2000 مش متقطع، عم تحكي يعني في 2001 اللي هي بعدين أهلت المنتخب للدور الحاسم. كان كازاخستان قبل ما تنتقل إلى أوروبا كانت معنا في آسيا، كان منتخب قوي. في الدور الحاسم مباراتين فقط وقلت من التدريب المنتخب، بأن لم أكمل العمل. في 2006 كان ستانج الألماني، تتذكري، كان مدرب المنتخب، وأنا كنت مدرب الأولمبي في أولمبياد أثينا، وأنا كملت فقط 3 مباريات، حصلت 6 نقاط وهو حصل 5 نقاط. نعم. فهي حسبت علي. ليش أقول لك؟ حتى هسه لو رجعت هسه راح ينسون الناس فترة يعني كاسياس. يعني بعدين في 2008 نفس الشيء، كان ألسون النرويجي، وأنا جيت كملت كمدرب طوارئ. أنا مقدت منتخب العراق بشكل مستمر لفترة، كما قادوا مدربين آخرين من ضمنهم كاسياس لمدة 2 سنين، يعني فترة قصيرة 50 يوم، يعني مدرب طوارئ. نعم. طب لو كنت حاليا مع المنتخب العراقي من البداية، مش مدرب طوارئ، بهالتشكيلة والتوليفة من اللاعبين الموهوبين وزيادة المقاعد بكأس العالم، هل كنت أوصلت العراق إلى كأس العالم من البداية؟ نعم. 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 بدون صعوبة، بدون تردد. بهذا الوضع، بوجود اللاعبين، بالإمكانيات المتوفرة الآن في العراق، في الدعم الكبير. احنا كنا ننام بالمطارات، اليوم طائرات خاصة تنقل اللاعبين. هلا تغير الوضع، تغير كثير، وبالتالي أيضا تعرفين مقاعد أمريكا، مونديال أمريكا، 8 مقاعد النصف لآسيا كانت 4 يعني كنت أهلتهم. نعم. أوكي، هل أنت مع بقاء عدنان درجال أم ترى أن الوقت حان للتغيير؟ شوفي، باختصار عدنان يعني هو أنا أعتقد برأيي بقاء الاتحاد الحالي
مرتبط بتأهل تأهل. المنتخب إلى كأس العالم. طب ما سبب إذا لم يتأهل المنتخب أعتقد عليهم أن عليه أن يرحل؟ يعني عليهم أن خلص يعني